ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض النهارده هنعمل لحمه ببصله جميله جدا وطريقتها حلوه وطعمها وريحتها تحفه. وكمان هنعمل مكرونه محمره. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل الاتنين ازاي. اكله سهله وسريعه. يلا بينا. اول حاجه طبعا هنعملها هنجيب طبعا كميه اللحمه اللي احنا عايزينها. يعني دي تعتبر اقل من النص كيلو. هي كانت حته عندي في الفريزر طلعتها وقلت هعملها لحمه ببصله. وجبت كمان 6 بصلات قطعتهم، هي بتاخد بصل كتير. بصوا بقى هننزل اول حاجة باللحمة نشوحها في حتة سمنة، نقطعها مكعبات زي ما انتوا شايفين. هنحط عليها الورق اللوري وفص الحبهان، لا فص المستكة، ونشوحهم مع بعض مع اللحمة. هي سهلة خالص وسريعة، وممكن تعملي جنبيها شوية رز. احنا النهاردة عملنا جنبيها مكرونة محمرة، ممكن تاكلوها بعيش براحتك. خلاص كده اللحمة اتشوحت. هنعمل ايه؟ هنطلع بقى اللحمة عشان ننزل بالبصل. طبعا هي بتاخد شوية بصل كتار، لان طبعا انتي بتدوري كمان وانتي بتاكلي هتلاقي البصل طعمه جميل جدا. شايفين انا مقطعة 6 بصلات حلوين. طبعا هيتبالوا دلوقتي، مش هيبقوا طبعا بالحجم ده. هننزل بقى بالبصل مكان اللحمة بعد ما شوحناها. ولو عايزة البصل بتاعك يدبل بسرعة، اغطيه بالغطا. كل شوية شيل الغطا، قلبي تقلبتين وغطيه تاني، بيدبل معاكي بسرعة. نرش بقى رشة الملح على البصل ونفضل نقلب فيه ونغطيه بالغطا زي ما قلتلكوا، وكل شوية نقلبه ونحطه تاني. بس طبعا احنا مش هنخليه لونه غامق خالص، لا ده يدوب كده لونه بني فاتح، لان هو كمان هيغمق تاني لما ننزل باللحمة عليه. شايفين؟ هنيجي نشيل الغطا هنلاقيه دبل ازاي. شايفين؟ كل شوية بقى اعملي الحركة دي لحد ما توصلي للون اللي انتي عايزاه. ادي اللون اللي احنا عايزينه. شايفين اللون؟ طبعا في بصلة هتلاقيها فاتحة، هتغمق طبعا مع اللحمة لما نيجي نكمل سواها. بس كده خلاص. هننزل بقى باللحمة تاني، وكمان نحط بقى التوابل بتاعتنا. هنقلبها بقى ونروح حاطين توابلنا. ايه هي التوابل بقى بتاعتنا اللي هتخلي الطعم والريحة جمال جدا؟ نحط جنزبيل، وهنحط فلفل اسود، وهنحط بابريكا. طبعا كل حاجة ممكن نص معلقة لو انت عايزة تعيريها، وكزبرة. هنحط كمان جوزة الطيب. طبعا جوزة الطيب بنحط منها مقدار صغير خالص، مينفعش نحط منها كمية كبيرة. انا بصوا بحط بالمعلقة الصغيرة دي. وكمان هحط بهارات لحمة جميلة جدا وبتدي طعم للحمة تحفة خالص. بس اهم حاجة تجيبيها من عند حد واثقة منه، لان مش كل بهارات اللحمة بيبقى طعمها حلو. وكمان رشة حبهان على طرف المعلقة. كده حطينا التوابل بتاعتنا، هنقلبها مع اللحمة وننزل طبعا بشوية التوم بتوعنا. حط شوية توم حلوين كده، وانتي بتقلبي هتلاقي الريحة بتاعة اللحمة جميلة جدا. ريحتها ما شاء الله تحفة خالص. ده غير ان طعمها كمان هيعجبك. واكلة سهلة وسريعة. شوية بصل وشوية لحمة تحطيهم على بعض، وتزودي بقى المية بالطلب. يعني احنا دلوقتي هنحط كوبايتين، واول ما تعوز تاني نحط لها تاني. ما تحطيش طبعا المية كلها مرة واحدة، لا احنا بنحط شوية صغيرين ونغطيها، نهدي عليها النار شوية. اول ما تعوز مية تاني نروح مزودينها. هننقلها بقى في العين اللي هناك عشان نعمل المكرونة بتاعتنا. كده نكون عملنا اللحمة ببصلة بتاعتنا جميلة، والطريقة دي تحفة خالص وطعمها جميل جدا. عايزة بقى تعلي الطعم بتاعها، او زي ما بيقولوا التيست بتاعها، تروحي حاطلها بقى شوية كريمة، هيبقى طعمها حلو. مش عايزة طبعا في الغلا اللي احنا فيه ده، مشيها بالبصل كده وطعمها جميل وهيعجبك جدا. دخلنا بقى على المكرونة المحمرة. بصي بقى عشان تطلعيها بنفس اللون ده، ايدك ما تتشالش من الحلة، على طول تفضلي تقلبي هتلاقي كل المكرونة كلها بقت لون واحد. ننزل بقى بحتة التوم والبابريكا والجنزبيل والفلفل الاسود. التوابل مش كتير طبعا بتاعة المكرونة المحمرة. عايزة تستعملي مرق انتي حرة براحتك بقى، بس انا من الناس اللي ما بستعملش المرق. بحب استعمل التوابل بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها.
توابل المرقة دي يعني حاجة مصنعة فما بحبش استعملها كتير. جيب بقى شفشق طماطم كبير جدا، كل ما تكتري الطماطم في المكرونة بيبقى طعمها جميل جدا جدا. وحطي طبعا شوية مية كتير، لو انت بتحبي ايه المكرونة فيها صوص كده صغير كده شوية، بتكتري شوية المية عشان تسيبلك صوص في الاخر. مع الطماطم الكتير بتطعم المكرونة وبتخلي طعمها جميل جدا. يبقى احنا كده عملنا المكرونة بتاعتنا. وادي اللحمة طبعا نخلي بالنا منها، كل شوية لو عايزة مية نزودها مية. ادي المكرونة بتاعتنا بعد ما غلت، هنشوفها بقى بعد ما تستوي، شوفها عاملة ازاي. ادي المكرونة كمان خلاص كده استوت، شايفين الجمال، شايفين الطماطم بقى الحمراء، بتدي طعم جميل جدا للمكرونة. انا بحب اعمل مكرونة الصغيرة خالص، لان بعد ما بتحمريها وبتحط لها المية او الشوربة اللي عندك طبعا بتزيد، فبتبقى حجمها معقول. وادي اللحمة طبعا ما اقدرش اقول لكم على الريحة كانت عاملة ازاي، ما شاء الله الريحة كانت تحفة. بصوا بقى الجمال، شايفين اللون حلو ازاي، طعمها جميل جدا. اللحمة البصلة متشربة طبعا من اللحمة، طعمها تحفة تحفة. خلاص كده خلصنا الاكل، يلا نغرفه مع بعض. ادي المكرونة وجمالها، انا عاملة كيلو مكرونة، طبعا انت اعملي الكمية اللي انت عايزاها. شايفين الجمال، ما شاء الله، حاجة كده تفتح النفس. وكمان اللحمة شكلها وطعمها تحفة جدا، وريحتها تحفة. ادي اللحمة كمان بتاعتنا بعد ما عملناها، هنغرفها مع بعض واوريكم عاملة ازاي. اكلة سريعة جدا وسهلة، لو انت مستعجلة اعملي لهم مكرونة، وممكن مكرونة بس من غير لحمة، ممكن مكرونة مع لحمة. شايفين الجمال. ادي كده هنغرف بقى اللحمة بالبصلة بتاعتنا، جميلة جدا والله، طعمها تحفة وريحتها جميلة طبعا مع البصل مع الثوم مع التوابل اللي احنا حطيناها، مخلية طعمها جميل جدا. يعني انا كان عندي عايزين يمكن كمية اكتر من كده من كتر ما هي عجباهم. ادي الجمال، شايفين الصوص بتاعها، ولونها حلو خالص، ولا محروقة ولا اي حاجة. والبصل اللي فاتح شايفينه غمق ازاي تاني. احلى لحمة ببصل عملناها، وكمان شوية مكرونة حلوين. وكده يكون الغدا بتاعنا خلص، ويا رب الفيديو يعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة.